السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير في امان الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة يوميات ليفرور كازابلانكا. الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نطرق لكم فيه هو توصيل الطلبية اثناء اوقات الذروة. بالنسبة لموزع الطلبيات، ملي كيبغي يوصل واحد الطلبية في اوقات الذروة، خاصو هو الهدف الرئيسي ديالو هو يوصل الطلبية في أقرب وقت. وأنا الهدف الرئيسي اللي كيكون عندي هو نوصل الطلبية بالسلامة والعافية. يعني اللي بغيت نقول لكم لأصحاب الدراجات النارية اللي كيوصلوا الطلبيات ما يتسرعوش بزاف، والأهم عندهم تكون هي السلامة ديالهم، لأن هاد أوقات الذروة كتكون متخلطة بزاف ديال المخاطر، منها الراجلين، منها الاكتظاظ، الشوارع، إنسان خارج من الخدمة، من المدرسة، كل شي باغي يوصل. حنا كنطلبوا السلامة للجميع، والإنسان دائما يقول بسم الله توكلت على الله وأنا غنوصل هاد الطلبية إن شاء الله. هنايا كما كتشوفوني في البداية ديال الفيديو بديتو معكم من شارع مولاي يوسف ودخلت لشارع أونفا. شارع أونفا كما كتعرفوه كيعرفوه كاع الموزعين ديال الطلبيات وكاع السائقين بشتى أنواعها. راه هاد الشارع هذا كيكون فيه اكتظاظ كبير، ومن الأخطار ديالو هو كاين الراجلين بزاف، كيكونوا الأطفال، المسنين، النساء كبار، بنادم خصو يرد البال. وكاين هنا عدة نقط كنعتبرها انا نقط سوداء، اللي هي بحال هكا كما كتشوفوا في هذا الفيديو. راه بزاف ديال المواطنين ما كيحترموش ممر ديال الراجلين. خاص السائق ملي يكون غادي، وخصوصا كتكون عنده اللوكاليزاسيون وشاد الهاتف ديالو في يديه، خاصو يرد البال بزاف. ونشير بانه واخا يكون الضوء خضر ما عمرك تقول انا راه الطريق ديالي، راه كاين اللي جاي ما محترمش القانون الله يهديه، وكاين اللي جاي قاطع ما كيشوفش كاع في الاتجاه ديالك. يعني تحاول باش ما امكن ما تخرجش من النقطة ديالك اللي غادي فيها، يعني الممر اللي غادي فيه نتايا، ما تخرج الا تتضح لك الرؤية مسافة طويلة. ونطلبوا السلامة للجميع. وبالنسبة للتوزيع ديال الطلبيات، راه واحد المهنة شريفة، وهي بها باش كنعيشوا وليداتنا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة. وكنحاول دائما انايا نوصي الاخوان السائقين موزعين الطلبيات يفكروا بانهم عندهم وليدات وكيتسناوهم، وكما هما عندهم وليدات كيتسناوهم، راه كاينين وليدات الناس في الطريق. وانا بحكم التجربه ديالي في هذا الميدان اللي هي كتجاوز 8 سنوات، والحمد لله كنشوف عده مشاكل في الطريق، وكنعاني من عده مشاكل في الطريق، ولكن الحمد لله والسلامه ديال الله سبحانه وتعالى. كنحاول دائما نفكر بواحد الرزانه، ولا بان لي شي واحد مثلا في الطريق كيلعب ولا هادي، راه كنحاول نتفاداه. وكما قلت لكم واخا يكون عندكم نتوما الحق في الأسبقية، ردوا البال. راه واخا يكون عندك الحق في الأسبقية، راه كاين بعض التجاوزات وخروقات في السياقة في الدار البيضاء كما كتعرفوا. الله يحسن العوان كله وظروفه، ولكن الحمد لله انتم كما كتشوفوا في هذا الفيديو راه حنا باش نوصلوا الطلبيه لواحد الانسان نجيبوها ليه حتى لعندو حتى للدار، راه حنا كنعانيو في الطريق، والحمد لله راه كنحاولوا نوصلوها ليه. كنعتبروه كما قلت لكم في الفيديو السابق راه اخ ديالنا، وكنكونوا فرحانين باش نوصلوا ليه الطلبيه ديالو. كنطلب من الاخوان كاملين مستعملي الطريق يحاولوا يتعاونوا مع هاد الاخوان الموزعين، راه كيديروا اكثر ما بجهدهم باش يوصلوا واحد الطلب. كيكون طلبوا واحد الانسان، راه واحد الحاجه كتكون عنده، كاين اللي كتكون عنده حاجه ضروريه كيتسناها بفارغ الصبر توصل حتى لعنده، كيكون حتى هو فرحان ليها وكيتسناها بفارغ الصبر باش توصلوا. والليفرور يعني موصل الطلبيات، راه خصوصا في مدينه الدار البيضاء، واحد المدينه اللي هي كبيره ومختلطه
والحمد لله فيها كثير ديال السيارات والشوارع ديالها كتعمر، وخصوصا في اوقات الذروه راه كاينه واحد المعاناه كبيره، والحمد لله على كل حال. وحنايا الاهم عندنا هو نوصلوا الطلبيه للاصحاب ديالها، ورسالة كنوصلها للموزعين اللي يلاه بادئين ما يتسرعوش ويخدموا عقلهم، وكما كنقولوا اللي مقسمه في الله في الرزق يجيب الله. حيت انايا ما كنبغيش، انا كنحب هذا الميدان هذا، وكنحب كاع الاخوه الموزعين، وكنتمناهم يتعاونوا معايا، وجميع الاخوه اللي كيشاهدوني في هذا الفيديو يتعاونوا معايا بلايك وابوني، وتبقاو على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.